السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكي. معاي أنا خديجة برهان في برنامجك أنا وأنتي. احنا اتفقنا أنه في كل لقاء بإذن الله تعالى راح نتكلم أنا وأنتي في المواضيع اللي تهمنا فقط، واللي نحب نتعلمها ونتعرف عليها ونفهمها ونعرف كيف ممكن كمان نقدر نطبقها في واقع حياتنا حتى نستطيع أن نحن نصل بإذن الله تعالى إلى طريق السعادة والطمأنينة مع بعض. اليوم راح نتكلم عن النجاح بالنسبة لك أنتي، النجاح بالنسبة للمرأة. إيش مفهوم النجاح بالنسبة للمرأة؟ كيف نحن النساء ننظر للنجاح؟ كيف نعرف نحن من الناجحات ولا من غير الناجحات؟ كيف نعرف أساساً أن المشروع اللي احنا ماسكينه في الحياة، سواء كان مشروع عائلي، سواء كان مشروع تربوي، سواء كان مشروع عملي، سواء كان مشروع اجتماعي، هو ناجح بكل المقاييس؟ كيف أعرف أصنف نفسي اليوم وأقول أنا إنسانة ناجحة؟ متى أقدر أقول أنا إنسانة ناجحة؟ نحن النساء، أنا وإنتي، دائما نفكر عندنا دائرة خاصة في مجالات النجاح، أو عندنا مجالات معينة نعتبرها هي مهمة جدا حتى نحقق فيها النجاح. اللي هي إيش؟ أول شيء مجال العلاقات. في العلاقات مثلا عندنا الزواج، وعندنا الصداقة، وعندنا العلاقات الزوجية، يعني ما تشمله يعني أهل الزوج وأقاربه ومجتمعه. هذا النوع من العلاقات كمان نحن نحب نكون فيه ناجحات. وكمان عندنا مجالات النجاح اللي احنا دائما نتكلم فيها، اللي هي إنجاب الأبناء وتربية الأبناء. وكمان عندنا مجالات النجاح نحن قدرتنا على احنا نحافظ على عائلاتنا مترابطة، إنه ما يكون في طلاق في العائلة، وإنه الأبناء ما يتشتتوا، وإنه يكون ما في مشاكل عائلية. فهذه مجالات النجاح اللي دائما المرأة تدور حولها. إجمالا يعني المرأة أساسا دائما لما تفكر في موضوع النجاح هي تفكر فيه من خلال صفاتها النفسية، أو الجانب النفسي فيها. المرأة كائن اجتماعي، فالكائن الاجتماعي هذا دائما يفكر في الأشياء اللي فيها تعاملات مع الناس. يعني مين من الناس؟ التعامل مع الزوج، التعامل مع الأبناء، التعامل مع أهل الزوج، التعامل مع أهلها، التعامل مع أخوانها وأخواتها، التعامل مع صديقاتها، التعامل مع جاراتها، التعامل مع صديقاتها، قيامها بالواجبات الاجتماعية اللازم إن هي تقوم فيها. هذه الجوانب المرأة دائما تشغلها، يعني بشكل فطري، يعني بشكل يتناسب مع وظيفتها في الحياة وليس خلاف ذلك. لكن مع الأسف الشديد في الواقع الحالي أصبح مفهوم النجاح بالنسبة للمرأة كبير جدا، أكبر من كده. صار عندنا جوانب أخرى المرأة تحب أنها هي تظهر فيها أنه هي قادرة أنها تنجح، وقادرة إذا كمان نجحت أنها توفق بين واجباتها في الحياة الاجتماعية وبين هذا الجانب في النجاح. فالجوانب الجديدة اللي المرأة دائما تسعى أنها تنجح فيها اللي هي الجوانب الأكاديمية، أو الجانب الأكاديمي التعليمي، والجانب المهني، وجانب اللي هو المشاركة في الحياة الاجتماعية خارج البيت أو خارج نطاق الأسرة، أو خلونا نقول اللي هو الجانب اللي تشارك فيه المرأة خارج بيتها مع الرجل في الحياة العامة. فإذا هنا اتسعت الدائرة اللي المرأة دائما تشغل نفسها فيها من ناحية تحقيق النجاح. فأصبح مفهوم النجاح الآن بالنسبة للنساء أصبح مربك. ولما نقول مربك حقيقة هو مربك، يعني نحن النساء نفكر أنه هو غير مربك وعادي جدا، وأقدر أشتغل برا، وأقدر أعتني بأولادي، وما في أي مشكلة، وأقدر أخلي أولادي يكونوا ناجحين وأموري تمام. هذا اللي احنا نقوله قدام الناس، لكن في واقع الحياة أو في داخل أنفسنا احنا نعرف تماما أن احنا منهكين. يعني أنا اليوم كامرأة مثلا أكون متعبة جدا إذا أشتغل برا البيت وأشارك الرجل في الحياة وأوفر دخل إضافي، أو إني أنا مثلا أدرس، ومو دراسة عادية مثلا لمستوى معين وأتوقف، لا، إنما مثلا أخلص بكالوريوس، بعدين ماجستير، بعدين دكتوراه، بعدين بهذا الشكل. وبعدين أكون كمان متزوجة وعندي أبناء وعندهم مطالبهم وعندهم. لا يمكن المرأة تقدر تحقق التوازن في هذا الجانبين. ولما نقول أنا يعني إنه لا يمكن، يعني أنا أتكلم عن المرأة، عن النساء، عن إحنا كيف الله سبحانه وتعالى خلقنا. النساء يقدروا على كل شيء، لكن هنا الكلام، هل المرأة لما هي تعمل خارج المنزل أو تنجح خارج المنزل
هو بنفس المقدار هي راح تنجح داخل المنزل مثلا مع أولادها وزوجها وحياتها؟ لا يمكن طبعا. يعني هذا الشيء ليش نحن نقول لا يمكن؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق المرأة لأداء وظيفة معينة ومهمة معينة في الحياة، وهذه المهمة مع الأسف الشديد الجهل خلاها مشوهة لدى المرأة ولدى الرجل ولدى المجتمع. فالمرأة نفسها تحس إنه إيش استقلال منها إذا هي جلست في البيت، وإذا هي تركت العمل، وإذا هي ما خرجت شاركت الرجل، تعتبر نفسها أنها هي أقل من الناس. طيب مين سوق هذه الفكرة للمرأة؟ اللي سوق هذه الفكرة للمرأة وأقنعها فيها هي امرأة أخرى أسوقها لها رجل بهذا الشكل، والمجتمع طبعا أيد هذه الفكرة. طبعا ما عندنا أفكار كثيرة جدا دخيلة كمان زي التحرر والحرية وإلى آخره. نرجع لكلامنا، موضوع النجاح كيف المرأة تحسبه. في هذه الأيام النجاح أصبح ياخذ بعد ثاني، المرأة لازم تنجح برا البيت ولازم تنجح داخل البيت. طبعا هذا حيكلفها كثير جدا من الحالة النفسية والطمأنينة والتوازن اللي هي المفروض تشعر فيه، وهذا راح يأثر كمان على أدائها أساسا في حياتها الزوجية وحياتها مع أولادها وفي مجتمعها، لأنه هي جالسة تطالب بالنجاح في جهتين. طيب هل المرأة المفروض أن ما تنجح في جهة وتركز على جهة واحدة؟ المفروض أن المرأة تركز على جانب واحد فقط. ونحن النساء على العموم يعني إجمالا دائما نعتبر أن احنا بالذات إذا نجحنا في حياتنا الزوجية وفي تربية أولادنا وفي المحافظة على العائلة نعتبر نفسنا نحن ناجحات، بغض النظر طبعا عما يقوله الآخرون، يعني أو خلونا نقول عما يقلل به الآخرون. يعني بعض الناس مثلا تشوف أن الموضوع جدا سهل ما في مشكلة، يعني هذا مو إنجاز. لكن إذا كنت قدرتي اليوم تنجحي في حياتك الزوجية وتنجحي مع أولادك وتنجحي أنه يتفوق أولادك وتحافظي على عائلتك وتكوني كمان تدرسي وتشتغلي برا البيت، معناه أنت كده سوبر وومن. هذا التسويق هو الإشكالية حقت المرأة، لأنه هذا مو مجالها. مجال عمل المرأة دائما هو في الجانب الاجتماعي. فالمرأة نحن النساء المفروض نحن دائما تركيزنا يكون على هذا الجانب، نقوي هذا الجانب، وهذا الجانب احنا فيه ضعيفات جدا على فكرة، لأن احنا نتبع مبدأ إيش اللي الله سبحانه وتعالى قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة. فأنا اليوم لازم أعيش زي ما عاشت أمي وأربي أولاد زي ما ربتنا أمي وبهذا الشكل. لكن ما في شيء جديد، والواقع صار مختلف والحياة أصبحت متغيرة. لكن مع هذه المتغيرات المرأة قاعد تخرج برا وتناضل برا وتجاهد برا عشان تثبت نفسها فقط، بدون ما تفكر أنه هي المفروض تثبت نفسها في هذا الجانب اللي في الحياة تغير تماما مفهومه الآن. فالمفروض أن المرأة الآن تركز على النجاح. إذا كانت تبغى بالفعل تصف نفسها أنها هي ناجحة، تركز على مسألة العلاقة مع زوجها، كيف هي تنجح هذه العلاقة. ولما نقول العلاقة احنا ما في داعي نستقل الموضوع ونستسخفه، لأنه الزواج نفسه أساسا ما هو شيء سهل، ولا هو مسؤولية سهلة، ولا هو التكيف مع شخص آخر عنده طبايع مختلفة وعادات مختلفة، وتكون المرأة جاية من عادات وطبايع مختلفة. انسجامهم أساسا وإيجاد البيئة والأرضية المشتركة اللي هذه هي مهمة المرأة أساسا، العمل على هذا المشروع بحد ذاته هو متعب جدا ومكلف جدا للمرأة. فهنا المرأة لما تركز في هذا الجانب هي تتعلم أشياء جديدة، أشياء مختلفة، أشياء ما كانت أمها تعرفها قبل كده ولا عائلتها تعرفها. ليش؟ لأنه الزمن اختلف وهي تغيرت وتطورت، والزوجة هذا كمان إنسان مختلف ومتطور ومتعلم ومن الجيل الجديد، فهي تحتاج تتعلم شيء جديد. فإذا هي قدرت والله توجد هذه الأرضية حتى تكون علاقة سعيدة جدا مع زوجها، فهي هنا حققت نجاح في هذا الجانب. طبعا هذا النجاح ما هو النجاح الأول، هذا النجاح هو البداية فقط لسلسلة نجاحات مع أولادها. لأنه إذا قدرت اليوم هي تتكيف مع هذا الرجل وتوجد أرضية مشتركة وتنسجم معه وتتكيف في هذه الحياة، توجد نظام يعني سعيد جدا في بيتها، معناها أنه أبنائها رح يعيشوا ضمن هذا النظام اللي هي أوجدته. معناها هي رح تكون قادرة اليوم تربي أولادها تربية مختلفة، ورح تربي بالذات بناتها تربية مختلفة بدون ما يشعروا أنهم أقل قدر من الرجل أو أقل قدر من إخوانهم الأولاد. لأن المجتمع الآن كله والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والبيئة والمناهج الدراسية والمناهج التعليمية كلها تدفع المرأة أنها تخرج خارج البيت وليس داخل البيت. فهنا إذن المرأة تقدر تحقق النجاح مع زوجها أن هي تقدر تحقق هذا النجاح كمان في تربية أولادها، لأن الواقع مختلف والظروف مختلفة، فهي حتضطر تتعلم شيء جديد. فلما تتعلم شيء جديد يتناسب
مع أسلوبها في تربية أبنائها، معناها هي حتكون قادرة بإذن الله تعالى على تربيتهم التربية الصالحة. طبعا بالنتيجة إيش رح يكون؟ رح تقدر بسبب هذا النجاح الأولي مع زوجها ثم مع أبنائها أن هي تنجح في المحافظة على عائلتها بدون قلق وبدون توتر، لأنه كل تركيزها رح يكون داخل المنزل، ما رح تتشتت في تركيزها وتركز برا البيت في الدراسة في العمل وفي مشاركة الرجل ومزاحمته في الحياة الخارجية. ما رح تفكر في كده، حتفكر دائما أنه هي شغلها الشاغل وعالمها كله وعملها كله، منطقة العمل تبعها هي المكان الذي قرره الله سبحانه وتعالى لها اللي هو بيتها وما يقع ضمن دائرتها. فهنا هي حتحقق كمان النجاح في هذه العائلة بالمحافظة عليها. وطبعا هذا النجاح دائما النجاح يجر معاه نجاحات أخرى، لكن المرأة ممكن ما تشعر فيها، لكن هي هذا النجاح اللي في البداية مع زوجها رح يؤدي إلى نجاح حتى في تواصلها مع أهل زوجها وبناء علاقة جيدة وتكوين عائلة قوية متماسكة، ويؤثر كمان على علاقتها بأهلها وعلاقة أهلها بأهل زوجها. فالنجاح هذا مين حققه؟ حققته المرأة في البداية، وهذا هو المعيار النجاح الوحيد الصحيح اللي المرأة المفروض تقيس عليه اليوم نجاحاتها. أنا وإنتي اليوم لما نبغى نتكلم عن أنفسنا كناجحات لازم ننظر أول شيء داخل بيوتنا، وقبل بيوتنا لازم ننظر داخل أنفسنا. هل أنا أشعر اليوم بأني أنا مشتتة، أني أنا لازم أطلع برا وأشتغل جوا البيت كمان، وأني أنا أكون خارج المنزل وداخل المنزل في نفس الوقت وبنفس التركيز وبنفس الكيفية؟ لازم أوقف مع هذا السؤال بصدق حتى أعرف هل أنا قاعدة أنجح في هذا المشروع أو أحقق النجاح المطلوب، ولا لسه ما زلت في مكاني فقط أبحث عن النجاح. طالعين فاصل وراجعين بعد الفاصل نكمل النجاح، مفهوم النجاح بالنسبة للمرأة. أنا وأنتي لا تروحي بعيد، خليكي قريبة. رجعنا بعد الفاصل نكمل موضوعنا عن مفهوم النجاح عند المرأة. طيب نحن ليش قاعدين نتكلم عن مفهوم النجاح بالنسبة للمرأة؟ لأنه لازم ندرك أنا وإنتي أن مفهوم النجاح بالنسبة لي ولكي إنتي مختلف تماما عن مفهوم النجاح بالنسبة للرجل. الرجل مهم بالنسبة له أنه ينجح في عمله، مهم بالنسبة له أنه ينجح في الحياة خارج المنزل، أنه ينجح في دراسته، أنه ينجح يترقى في وظيفته، أنه ينجح في قدرته على تأمين حياة أسرته الحياة الكريمة. لازم ينجح الرجل في أنه يحافظ على عائلته على بيته على أولاده من أنهم يضيعوا. لازم الرجل ينجح في الحياة اللي فيها تحديات خارج المنزل. هذا هو مكان أو ساحة النجاح اللي يسعى فيها الرجل واللي يعمل من أجلها. عشان كذا نشوف إحنا كثير من الرجال مثلا يدرس ويكمل دراسته ويكمل الدراسة حقته لدراسات عليا وإلى آخره وينجح ويتفوق في ذا الجانب، ما يركز في أي أمر آخر، لأنه هذه هي وظيفته، أنه ينجح في هذا الجانب الخاص بعالم الرجال. ولازم ينجح هذا النجاح إيش يؤدي به أكاديميا؟ يعني يؤدي به أنه رح ينجح في الجانب العملي أو في الحياة العملية، فبالتالي حيكون عنده وظيفة جيدة وراتب كويس ومنزلة جيدة جدا، وخاصة كمان في وسط مجتمع الرجال. فإذا عالم الرجال عالم تنافسي، وده طبيعة الرجل، هو طبيعة الرجل بهذا الشكل. الله سبحانه وتعالى خلقه لهذه المهمة، يعني أن يكون قائم على عائلته، على المرأة، على الأسرة، وأن يحافظ وأن يصرف وأن يتولى شؤونهم. فمسؤوليته هذه ودوره يحتم عليه أن يكون دائما مقياس النجاح تبعه هو بقدر ما يحققه في الحياة خارج المنزل أو في الجهد اللي يبذله خارج المنزل. لكن المرأة زي ما قلنا إحنا مجال النجاح تبعها لازم تركز عليه دائما، وهو الصحيح أنه يكون داخل الحياة الأسرية أو في العلاقات الاجتماعية داخل البيت. طيب هذا معناه أنه المرأة ما تدرس، ما تشتغل، ما تسوي ولا تفعل؟ لا طبعا. المفروض أنه أنا وإنتي اليوم نخرج ندرس عادي جدا ونتعلم ونشارك ونشتغل إذا نبغى نشتغل، لكن كل هذا لازم يكون ضمن الضوابط الشرعية. اليوم أنا لما أبغى أخرج وأدرس لازم أسأل نفسي إيش اللي حدرسه وليش قاعد أدرسه، لأن الله سبحانه وتعالى في النهاية راح يسألنا عن علمه ماذا عمل به. طيب فأنا اليوم لما أجي أخرج برا أقرر أني أتعلم، قبل ما أبدأ أتعلم لازم أسأل نفسي أنا ليش أبغى أتعلم هذا الشيء وإيش راح أسوي فيه؟ هل حتى أباهي به الناس والله عندي شهادة وعندي 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 وعندي، ولا عشان أساهم في بناء مجتمعي المسلم، في تربية أولادي، أستعين بهذا العلم في تطوير نفسي أيضا
في جوانب في العلاقات الاجتماعية، في تطوير النفسي من الناحية الاجتماعية، في تربية أبنائي، في علاقتي بزوجي، في علاقتي بالمجتمع كله، أو بعلاقتي ببنات جنسي من النساء. لازم أسأل نفسي اليوم. ولما أخرج أشتغل كمان برا البيت، الإسلام ما منع المرأة أنها تخرج وتشارك الرجل في الحياة العامة، لكن كمان هذا الشيء جعل له ضوابط شرعية حتى يحافظ على الرجل ويحافظ على المرأة، وما تدخل الأشياء في بعضها ولا يختلط الحابل بالنابل. فاليوم لما تبغى تخرج المرأة تعمل، لازم كمان تسأل نفسها ليش قاعدة تخرج تعمل؟ هل هي محتاجة بالفعل لهذا العمل؟ حاجة مادية ولا حاجة معنوية؟ حتى بدون الحاجة تبغى تخرج تعمل تخرج، لكن زي ما قلنا ضمن الضوابط الشرعية التي حددها الشرع. في النهاية نحن مسلمات، ما نقدر نفكر في الحياة ونعيش في نظام الحياة هذا كله بعيدا عن فكر الإسلام وبعيدا عن نظام الإسلام. يعني مرة ناخذ من هنا ومرة ناخذ من هنا ومرة ناخذ من هنا، هذا كله ما يناسبنا أساسا، لأنه في النهاية يجر علينا مشاكل ومتاعب وصعوبات في حياتنا. فإذا هنا ما نقدر نقول للمرأة لا تخرج، ولا نبغى نقول لها لا تخرج، إنما أخرجي وتعلمي وشوفي الدنيا وتبغى تسافري سافري وكل شيء، لكن ضمن الحدود الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى حتى يحافظ عليك أنت قبل أن يحافظ على الرجل. هذا الشيء مهم جدا. هذا بالنسبة لكلام النجاح اللي احنا نتكلم عنه بصفة عامة. لكن في الإسلام في مفهوم حلو جدا للنجاح، مفهوم سهل جدا. الرجل والمرأة لو فهموه ومشوا على أساسه راح يحققوا بإذن الله تعالى النجاح كما يحبه الله ويرضاه، وراح يكون نجاحهم هذا هو النجاح الصحيح بالفعل. النجاح في مفهوم الإسلام هو أنه أي شيء لازم يكون مرتبط أول شيء بعلاقتنا بالله سبحانه وتعالى. يعني أي عمل أقوم به في الحياة الدنيا لازم أسأل نفسي أنا لمن أقوم به ولماذا؟ لمين أنا أقوم في هذا؟ عشان خاطر مين؟ عشان خاطر فلان ولا علان ولا أولادي ولا أنا ولا الناس ولا زوجي؟ عشان خاطر مين؟ إذا كنت ربطت عملي كله مع أعمال الدنيا كلها بالله سبحانه وتعالى على مبدأ إيش؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني أبتغي بعملي هذا كله رضا الله سبحانه وتعالى وأقوم به بالكيفية التي أمر الله سبحانه وتعالى، معناها بإذن الله تعالى أنا سوف أحقق النجاح في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ليش طيب؟ لأن الله سبحانه وتعالى سوف يتولاني بما يتولى به عباده الصالحين. كل عبد صالح وكل أمة صالحة لمن يربط كل شيء بالله وبما يحبه الله وبأمر الله سبحانه وتعالى، ويقوم به بالكيفية التي أمر الله سبحانه وتعالى في كل جانب من جوانب حياتهم، حتى في تعاملاتهم مع نفسهم، حتى في حديثهم مع أنفسهم، حتى لما تتكلم مع نفسك، لما تتكلم مع زوجك، مع أولادك، لما تسأل نفسك أنا ليش قاعدة أقول هذا الكلام؟ إيش أبتغي به؟ إصلاح ولا فتنة ولا بس كلام كذا فاضي؟ ولا لما أتعامل مع أولادي ليش أتعامل مع أولادي كذا؟ هل أنا أبغى منهم شيء للدنيا؟ هل أنا أبغى شيء لله سبحانه وتعالى؟ هل أنا أدي حق الله سبحانه وتعالى أثناء تربيتهم؟ لما دائما تجلسي في مساءلة مع نفسك وربط كل عملك بالله سبحانه وتعالى وبالكيفية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، هنا أنت حتكوني بإذن الله حققتي النجاح في جوانب الحياة المختلفة كلها، وكمان أثر هذا النجاح رح يظهر ثماره في الآخرة بإذن الله تعالى، بإذن الله سبحانه وتعالى. فهنا هذا هو مفهوم النجاح الكبير جدا في الإسلام. حتى في الإسلام يعني ما في اللي هو النجاح المادي كذا في الدنيا وخلاص، لا، إنما دائما الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده، فيبغى الإنسان يستمتع بالحياة الدنيا وينجح في الحياة الدنيا كمان ينجح في الآخرة. فبيقول له إيش؟ اربط كل عمل بي أنا وبرضايا وقم بهذا العمل بالكيفية التي أمرتك بها. هذا هو مفهوم النجاح اللي احنا دائما نتمنى أن احنا نوصل له معاشر النساء والرجال. أنا وإنت اليوم لازم نفكر، نراجع نفسنا ونفكر أنا إيش النجاح اللي أبغاه؟ أكون ناجحة في عملي، في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، في علاقتي بزوجي، علاقتي بأبنائي. كيف أحقق هذا النجاح؟ أشغل نفسي بهذا الموضوع، كيف أحققه؟ إيش الطريقة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها في السير في هذا الأمر وفي التكاليف هذه كلها؟ إيش هي الحدود والضوابط الشرعية التي وضعها الله سبحانه وتعالى لي حتى أسير في هذا الأمر ويحفظني ويتولاني بما يتولى به عباده الصالحين حتى أحقق النجاح؟ في الإسلام ما في فصل يعني الدنيا عن الآخرة، إنما كله مربوط ببعضه. العبد الصالح دائما يربط الدنيا بالآخرة، دائما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يعني زي ما تعطيني في الدنيا يا الله من فضلك وكرمك فامنن علي كمان في الآخرة. هذا هو مفهوم النجاح الصحيح اللي الله سبحانه وتعالى دائما يخبرنا عنه ويأمرنا أن احنا نكون نفكر فيه ونحاول أن احنا نتبعه.
لكن بالصفة عامة زي ما قلنا إحنا مفهوم النجاح مختلف عند المرأة عنه عند الرجل. في اليوم المرأة لا تجلس تقول أنا كمان أقدر أسوي زي ما يسوي زوجي ولا زي ما يسوي أخويا، أنا كمان أقدر أدرس، كل شيء تقدري عليه. لكن هل هو مطلوب منك أنك تثبتي هذا الشيء؟ ولما تبغى تثبتيه لمين؟ هل تبغى تثبتيه لنفسك ولا تبغى تثبتيه للآخرين وللمجتمع وللرجل؟ لمين بالضبط؟ لذلك نحتاج نحن أنا وأنت اليوم نراجع أنفسنا في كل عمل أبغى اليوم أخرج فيه من دائرتي الخاصة التي أمرني الله سبحانه وتعالى أن أتواجد فيها. لما أبغى أخرج برا أو أبغى أثبت شيء لازم أسأل نفسي ليش أبغى أثبت هذا الشيء، ولمن هذا الأمر، لمين، فائدة مين هذا الإثبات كله. أسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية اللقاء اليوم أن يجعلنا من الناجحين والمتميزين والمقبولين عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى اللقاء القادم، وألتقيك في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. أتركك في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.